ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم النهارده على موضوع بيحصل عند بعض الامهات وما بيكونوش عارفين ليه تفسير او سبب علمي، فانا هقول لكم السبب النهارده ايه. في بعض الامهات بتشتكي ان هي في اول كام دقيقه من الرضاعه بتبدا تحس بتعاسه، حزن، ممكن توصل لبانيك اتاك، زعل، احباط، غثيان، ممكن يوصل لصداع، دوخه، احاسيس سلبيه كتير كده مع بعض اول كام دقيقه من الرضاعه. كده الدنيا بتتظبط. تفتكروا السبب ايه؟ ده كونديشن اسمه dysphoric milk ejection reflex او منعكس خروج الحليب المزعج. يعني ايه؟ عندي 2 هرمون مسؤولين عن اللبن، هرمون الاكستوسين وهرمون البرولاكتين. هرمون الاكستوسين هو اللي بيخرج اللبن من ثدي الام، وهرمون البرولاكتين هو اللي مسؤول عن انتاج اللبن. طيب هرمون الاكستوسين ده بيعلى خلال اول كام ثانيه من الرضاعه او البامبنج او خروج اللبن من ثدي الام. الاكستوسين ده لما بيعلى بيأثر لي على هرمون تاني اسمه الدوبامين. هرمون الدوبامين ده اللي هو مسؤول عن تظبيط المزاج واعتداله، وان احنا نكون في مود ستيبل كده وظريف. لما الاكستوسين بيقلل الدوبامين في العادي بيقلله بشكل طبيعي صحيح تدريجي، محدش بيحس معاه اي مشاكل. بس في 9% بس من الامهات زي ما الريسيرشز قالت اللي بيحصل عندها المشكله دي. بس هو بيقعد دقايق معدوده، وبمجرد البرولاكتين هرمون انتاج اللبن ما بيبدا يعلى بيبدا يظبط شويه الدوبامين ويخليه يرجع لمستوياته، وده بيظبط الاحساس شويه. والموضوع ده ما بيستمرش طول فتره الرضاعه، كل ما الام بتتقدم في الرضاعه الدنيا بتتظبط معاها شويه. واشوفكم في موضوع تاني شيق تكونوا بتتسالوا عليه كتير ومش لاقيين ليه.